الصلاة فيه، أو أن يعمد إلى الحجرة النبوية الشريفة فيريد أن يلمسها أو أن يقبلها مثلا، أو أن يعمد إلى مكان صلى فيه عليه الصلاة والسلام فيقصد أن يصلي فيه، نحو هذه الأعمال والتصرفات. فرق بين الأمرين بالنسبة للصلاة في أي موضع صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التبرك بأي شيء مس جسده صلى الله عليه وسلم، أو قدح شرب فيه، أو عصا مسها، أو جدار مسه، هذا لا خلاف بين الأمة في مشروعيته، وهو من التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية مسه وتقبيله وكذا. كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يحتفظون بآثاره. ففي صحيح البخاري أن أم سلمة احتفظت بشعرات من شعره وجعلتها في جلجل من ذهب، جلجل من فضة أقصد، فكانت إذا مريض أرسل إليها قدحا من ماء فخضت له فيه الجلجل فيشرب منه. واحتفظ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بأظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى إذا مات أن تجعل داخل جفنيه فجعلت في عينيه ودفن. وكان خالد بن الوليد أيضا احتفظ بشعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجعلها على مغفره إذا واجه العدو. وثبت في الصحيح في حديث جابر في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة بتوزيع شعره بين أصحابه، فنصف شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم وزعه بين أصحابه، والنصف الآخر خص به أبا طلحة. وكذلك ثيابه وكل ما كان يمس جلده قد كانوا يتبركون به جميعا، وكانوا يقتتلون على ظهوره وعلى مخاطه يمسحون بذلك رؤوسهم ووجوههم، وكل ذلك يدل على التبرك به صلى الله عليه وسلم ومشروعيته، وهو ليس محل خلاف. أما ما لم يمسه جسد النبي صلى الله عليه وسلم من المباني التي بنيت بعده كمسجده الآن وحجرته ونحو ذلك، فهذه لم يمسها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس التبرك بها تبركا به صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يشرع. ومع ذلك لا يبالغ في النهي عنه، فالمبالغة في النهي عنه كثيرا ما يحصل فيها جفاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومبالغة في غير موضوعها. طيب شيخنا، لكن بعض الناس يبالغ في سد ذريعة الشرك حتى يصل إلى النهي عن المباح، فيكون هو قد وقع في أمر آخر، وهو تحريم ما لم يحرمه الله، وتحريم ما لم يحرمه الله مثل إباحة ما حرمه الله. نعم. طيب شيخنا، نحن سنواصل إن شاء الله نقاش هذه المسألة بعد الفاصل، ونرجو أن تبقى معنا على الاتصال شيخ، لا تقطع الخط حتى نعود إليكم. أيها الأخوة، نعود إليكم بعد الفاصل لنواصل نقاش هذه القضايا. من يريد الله به خيرا يجعله فقيها في الدين عليه وسلم وصور هذه المحبة والتعبير عنها. شيخنا الكريم، كنا نتحدث عن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأود قبل أن ندخل في بعض التفاصيل لو أوجزتم لنا قاعدة مختصرة جدا فيما يتعلق بالتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقاعدة المختصرة فيها أن كل ما مس جلد النبي صلى الله عليه وسلم أو بصق فيه من الماء أو مسه من التراب أو غير ذلك فيه بركة يستفاد منها الشفاء الأمراض وإزالة الحزن والهم، وملابسة ذلك هو من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يتأول أمر الله تعالى بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ كل ما أحسان باتباعه في كل هذه الجزئيات من الحياة، فكان إذا رأى صلى الله عليه وسلم مر بين الشجرتين في الطريق حافظ على المرور بينهما في المسعى، وإذا نزلت في موضع حافظ على النزول فيه، ويرى ذلك داخلا في الاقتداء به، لأن الله أمر بالاقتداء به مطلقا، فقال لقد كان في رسول الله حسنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه ونهاكم فانتهوا. ولم يروى عن غيره من الصحابة، لم يروى عنهم الحرص على كل هذه الجزئيات، إلا أنهم كانوا يحرصون على ما يتعلق بالعبادة. فقد كان ابن الزبير يزاحم ابن عمر على مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فيزحمه بمنكبه حتى يأخذ مكانه. هذا يشرع للازدحام شيخنا، موقفه بعرفة عند الصخرات وغير ذلك. شيخ محمد، هل هذا فيه مشروعية الازدحام على مثل محراب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الانتظار الوقت الطويل حتى يحظى الإنسان بصلاة فيه وهكذا؟ نعم، لا شك في ذلك. وبالنسبة للمساجد الأخرى في المدينة كالمساجد السبعة ومسجد القبلتين كله مفضلا والصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما سواه من المساجد، أفلا يكون الذي شرف به
المسجد من موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر المسجد. اللهم صل وسلم. نعم. وبالنسبة للمساجد الأخرى المشهورة في المدينة كالمساجد السبعة والقبلتين وما إلى ذلك، فهل قصدها لا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيه من المساجد فهو أفضل من غيره وقبلته قبلة وحي ويشرع قصده أنه صلى فيه لا يدخل في هذا القيد. يعني يشرع قصده والسعي إليه؟ هذا هو السؤال. في المدينة 10. نعم. أولها الروضة المسقوفة في العهد النبوي، الروضة الإجماعية. نعم. وهي ما كان شرق المنبر حجرا. نعم. ثانيها الروضة الخلافية وهي ما كان غرب المنبر إلى نهاية المسجد النبوي، وقد كانت هناك حجرة مستلمة رباط الحجرات، فذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله ما بين بيتي وبيته هو من إضافة المفرد إلى الضمير فيعم، فمعناه كل بيوت ما بينها وبين منبر روضة. يعني شيخ عفوا، بس بالنسبة لهذا معنى هذا أن الروضة بهذا الاعتبار أوسع بكثير مما يزدحم عليه الناس اليوم. نعم. المرتبة الثالثة المسجد النبوي المسقوف في العهد النبوي، والمرتبة الرابعة المسجد النبوي غير المسقوف، والخامسة توسيعات أصحاب المسجد النبوي، والسادسة توسيعات من بعدهم. نعم. والسابعة باحات المسجد وما حوله. ثم بعد ذلك المساجد التي في المدينة في باقي الحرم صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن في داخل لو لم تكن داخل حدود الحرم. نعم. ثم المساجد التي هي داخل حدود الحرم لو لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى فيها فإن للحرم فضلا، وقد روي انه بالحديبية كان يتقدم واذا حان الصلاة حتى يدخل في حدود الحرم المكي. جميل. طيب شيخنا الكريم، نعم. هذه الآثار ما دمتم قد وصفتم مشروعية التبرك بها وما إلى ذلك، فما مدى نحن ذكرنا مشروعية العبادة فيها التي مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم في أمرين، الأمر الأول التبرك بما مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا نادر الآن، حيث لا يوجد الآن كثير من وهذه الأشياء التي في المتاحف اليوم على أنها عبادة في الموضع الذي تعبد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نعم. متوسط وكثير. واضح. لكن شيخ، ما هو في المتاحف اليوم مما يذكر أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو سيفه أو كذا، بالنسبة للسيوف لا لذا يؤكد، فثبت بقاء سيفه إلى عهد يكون الرشيد، وقد أعطاه هارون ليزيد بن أسيد فقتل به الوليد بن الطريف. نعم. وكان هذا السيف لعلي بن أبي طالب وعمر البقاء. وفيه يقول الشاعر في أيام هارون الرشيد: أذكرت سيف رسول الله سنته، وبأس أول من صلى ومن صام، لولا الوليد وأقدار بذاك جرت، لولا يزيد وأقدار بذاك جرت، عاش الوليد مع العامين أعواما.